بعد تفكير عميق وبعد غياب واختفاء وغموض اكتشفت حاجة واحدة بس عشان انفع في الفانتازيا. تسمعها مني؟ خدها مني وامشي ورايا. تمام؟ هقول لك حاجة واحدة بس. اشتري اللعيبة اللي انا ببيعها. اسمع من اخوك، اشتري اللعيبة اللي انا ببيعها. الكلام ده مش سف، انا هقول لك بالدليل ان هو مش سف. بص يا معلم، انا اول حاجه حصلت معايا رحت اشتريت ماتيتا بعد الجوله الرابعه في الوايلد كارد، لما ماتيتا تألق كده وشكله كان داخل البطوله حلو وجاب جونين وبتاع. قلت اخد بقى ايه ماتيتا من البدايه. خدت ماتيتا. عمل ايه ماتيتا؟ جاب لي 2 في 6 في 2 في 2. قلت لا خلاص بقى كفايه عليك كده يا عم ماتيتا، ده انت كده فل قوي، انا هبيعك. بعته. الجوله اللي بعدها جاب هاتريك. والله جاب هاتريك. اتحسرت في مكاني وقلت مش مشكله. ساعتها جبت فولتوميدا كان جايب لي 8 نقط، قلت خلاص يلا مش فارقه من 13، يلا 5 نقط انا كده ماشي الحال. بس كنت هتشال. طب ما جبتليش حتى واحده دبل ديجيت معايا؟ مفيش. خدت فولتوميدا، قلت اخد فولتوميدا بالبدايه قبل ما الناس برضه تجيبه زي ما انا بعمل. جاب لي 8 نقط، قلت كويس انا ماشي صح. بعد الثمان نقط 2 في 1 في 5 باسيست. قلت لا خلاص انا كده مش هقدر، هبيعه بقى. واروح اجيب تياجو بقى وامشي مع الناس الحلوه اللي بتجيب تياجو. بعت فولتيميدا. من بعدها تقريبا جاب اسيستين وجلى ماتشين كده، وبعدين 13 مش عارف في 12 جونين في جونين. الله، طب ما انت يا اخي كنت معايا يا اخي، انا قصرت معاك في حاجه؟ ده انا جايبك قبل ما الناس تجيبك. مفيش. قلت خلاص يا عم انا جبت تياجو بقى. في ايه؟ جبت تياجو بقى. تياجو عمل ايه؟ اول ماتش جبته جاب لي 4 نقط، ضيع ضربه جزاء وجاب ضربه جزاء. قلت يا عم مش مشكله، بس ده اختيار حلو واضح انه يجيب نقط. وبالفعل الجوله اللي بعدها جاب لي 13 نقطه بجونين. قلت يا سلام ايه الجمال ده، نسيبه بقى في الفريق ده شكله جميل. يعمل ايه بقى بعدها؟ يجيب نقطه في نقطتين في نقطتين في نقطتين. قلت لا خلاص بقى كده، خلاص ده ما بقاش منه فايده، لا ده انا ابيعه بقى. خلاص بقى ابيعه واشوف كيلفن تريو ولا اشوف الناس اللي بتجيب نقط. انفجر حرفيا. الماتش مش عارف اللي بعدها جاب اسيست، بعدها 5 تجوان في ماتشين. 5 تجوان في ماتشين. طب ليه؟ انا شخصيا عملت لك ايه يا عم تياجو؟ ده انا ليه يا تياجو؟ ليه يا تياجو؟ هقول لك ما تعملش كده. قال ليه يا حبيبي؟ ليه بتعمل فيا كده؟ دمرني. دمرني. قلت خلاص يا عم خلاص، نسيبنا خالص من الهجوم. انا باين لك بس عشان بقول لك اشتري اللعيب اللي ورايا. قلت خلاص مش مشكله. ننزل بقى نص الملعب. عارفين جارنر؟ جاردنر، ايوه هو ده جاردنر، اللعيب اللي الناس كلها دلوقتي والمحتوى، الناس اللي بتقدم محتوى بتقول لك ده لعيب حلو وسعره جميل وفي نص الملعب بتاع ايفرتون وبياخد مش عارف ايه وبيشوط الفاولات يا جماعه جاردنر ده معايا بقاله 9 جولات. 9 جولات معايا. عمل ايه في ال9 جولات؟ نشوف عمل ايه. جاب لي 2 في 3 في 6 في 2 في 3. قلت لا اطلعه دكه بقى. جاب لي من الدكه 3 في 4 في 4. قلت اعمل بنش بوست، جاب لي 5 في البنش بوست. قلت خلاص ابيعه بقى واجيب شرقي بقى اللي منفجر وبتاع. اول ما بعته تاني جوله جاب 16 نقطه. جاب جون واسيست وتدخلات دفاعيه وكلين شيت وناقص يضرب الحكم وكارت احمر وهطلع على الجماهير وهتهب عليا. في ايه؟ حرام عليكم. انا اسوأ حظ حصل لي في تاريخ لعبتي، في تاريخي في اللعبه دي هو الموسم ده بالشكل ده. انا كان اللي بيميزني المواسم اللي فاتت اني بجيب اللعيبه بتنفجر، لا المره دي العكس. فانا بقول لك نصيحتي مني ليك يا اخويا حبيب اخوك، جيب اللي انا ببيعه هتنبسط قوي صدقني. وهي دي كانت بدايه الحلقه، ونخش على حلقه ويا ريت تكملها هتستفاد. اقول لك اللعيبه اللي المفروض نجيبها اللي هي بقت واضحه زي عين الشمس قدام الناس كلها في الفتره الجايه، هي اللي هتنفعنا. يلا بينا نخش على الحلقه. يلا بينا يا حبيب اخوك. سلام. ايوه صحيح. نسيت اقول لكم معلش، في لاعب كان مهم قوي نسيت اتكلم عليه. جواو بيدرو. جواو بيدرو انا استحملته تقريبا 13 جوله يا جماعه، 13 جوله مش عايز ابيعه. واول ما بعته خلي بالكم يعني الماتش اللي بعده جاب جون و9 نقط، واللي بعده جاب جون و9 نقط، والحمد لله قعد يعني في اخر ماتشين. بس قصدي انه بعديه بماتشين برضه انطلق قوي، اللي كان اشتراه انبسط بيه. دي كان اخر حاجه في اللعيبه اللي انا ببيعها يعني. تمام. والحلقه النهارده انا جاي اتكلم عن نصائح الجوله ال 22 من فانتازيا الدوري الانجليزي، وهقول لك على اهم اللعيبه والجدوله بتاعت الفرق. اعرض لكم الجدوله دلوقتي ونشوف مين اللعيبه اللي المفروض نركز عليها لمده 4 جولات، لان في الجوله 26 وارد يحصل دبل جيم ويك لارسنال او تقريبا السيتي او تقريبا كريستال بالاس، مش فاكر قوي. بس في دبل جيم ويك هيحصل بسبب الكاس اللي شغال. فعشان كده انا قلت ايه، نجيب الجدوله ونبتدي من جديد ونرجع نقعد تاني. وايه المشكله؟ وقعنا شويه حلوين وانا الرينك بتاعي نزل جامد قوي، عديت المليون، مكسوف ان انا اقوله بصراحه.
بسبب ان انا بقدم المحتوى، بس صدقوني ده ملوش علاقه ان انا بقدم ولا لا. انا بحاول ان انا افيدك، وانت لما بتشغل دماغك وبتشغل لوحدك وبتكسب انا بفرح لك قسما بالله، ما بزعلش. وانا عادي هجرب مره واتنين تلاته، ولسه البطوله بدري وان شاء الله تظبط معايا. فزي ما احنا هنبتدي دلوقتي، هنزل لك جدولة الفريق، اقول لك اللعيبه اللي المفروض ان احنا نروح نجيبها على طول، فاهم؟ من غير ما نفكر. ولعيبه ممكن نتقال عليها حاجه بسيطه، بس هي اللعيبه دي تقريبا اللي المفروض نروح نجيبها. فزي ما انتم شايفين كده، انا هجيب لكم دلوقتي من الجوله دلوقتي، الجوله ال 22 لغايه الجوله 25، 4 جولات دلوقتي زي ما انتم شايفين. هنبقى عندنا الفرق اهي قدامكم. اول ماتش ارسنال. اول فرقه ارسنال، عندها نوتنجهام فورست، وعندها مان يونايتد، وعندها ليدز وساندرلاند. طبعا ده في ظل رجوع جابرييل، وفي ظل رجوع صليبه. ظبطوا الدفاع جدا جدا جدا، فده يخليك ان انت تروح ليه ما تشتريش 3 من ارسنال. يبقى معاك دبل دفاع من ارسنال، ومعاك واحد في نص الملعب زي ديجلان رايس اللي ما فيهوش كلام، خلاص الموضوع انتهى. ولا ايزي، ولا ايزي مين اصلا في الزباله، ولا ساكا، ولا تراوسد، ولا مارتينيلي، ولا اوديجارد. انا بقول لك هو دوجلاس رايس وخلصت، وفك دماغك. لعيب خلاص هو راكب كل حاجه تقريبا، بقى اعلى لعيب في نص الملعب بيجيب نقط، عدى حتى سيمينيو. فالموضوع بقى مش الطف حاجه. فاللي ما عندوش بيخسر كتير قوي زي كده، فلازم الناس تروح تجري تجيبه بسرعه حتى لو ماتشاته صعبه. انت سيبك من الماتشات الصعبه، ممكن يعمل فيها حاجه اصلا ان هو واخد الكورنرات واخد الفاولات وبيطلع يجيب اجوان، وفي نص الملعب تدخلات الدفاعيه ما بتجيليش منه كل ماتش. فانت لعيب متكامل بصراحه. ده بالنسبه للارسنال في السريع كده، انت مش محتاج ترغي كتير. عندك جابرييل، هتجيب جنبه تمبر او كاليفوريا يبقى الطف، لان هو غالبا كاليفوريا مصاب، بس ممكن يرجع بعد التوقف اللي احنا واقفين فيه ده، فهيبقى الطف وارخص وتستفاد. انا شايف انك ما تجيبش رايه خالص، لان رايه فعلا جون انا شايفه مستفز جدا، سعره غالي جدا، وفي نفس الوقت هو سقف نقطه 6 نقط، يا اما من غير كلين. فانا نصيحتي لا، نفكر في جوان تانية. عندك بيكفورد المفروض ملوش حل، سيبك على المدى الطويل بيجيب نقط، سيبك من ان هو جالة ماتش ولا ماتشين، بس انت لما تبص في الاخر تلاقي على المدى الطويل بيجيب نقط. عندك روتس ده بتاع ساندرلاند مفيش كلام فيه، جون فظيع وما شاء الله جامد جدا وسعره حلو، وده وضع على المدى البعيد ينفعك جدا. دول ممكن اختيارين مميزين جنب دبريفكا وخلاص. فده كده بالنسبه لارسنال. تمام. او تاني فريق هو استون فيلا، عنده ايفرتون، نيوكاسل، بيرنلي، بورنموث. طبعا ماتش حلو ماتش صعب، ماتش حلو ماتش صعب، بس انا عايز اقول لك ايه، ما تكترش منهم. ممكن تجيب لعيب او اتنين، واحد زي روجرز مضمون دقايقه وبتاع، مع اني من ساعه ما جبته بصراحه فقرته جدا، فبرضه ما انصحش الناس بيه، مش عارف ليه. بس انا من ساعه ما جبته هو كان بيجيب 15 في 15، من ساعه ما جبته نقطه في نقطه في نقطه او 3 نقط حاجه زي كده. بس هو فعلا يعني لعيب وارد ينفجر في اي ماتش. والماتش اللي جاي ايفرتون سهل عادي جدا يدخل فيها اجوان. نيوكاسل ماتش صعب، بعدها بيرنلي ماتش سهل، بعدها بورنموث شايف دفاعيا ممكن يجيب فيهم اجوان. مع لو عايز تجيب واحد من الدفاع هو ماتي كاش، مفيش غيره، لانه بيصنع وبيعمل ريتيرن اتاك، ولعيب بصراحه جميل جدا الموسم ده، بالاخص الموسم ده. ده بالنسبه بنتفورد، طبعا مفيش جدال، هو ماتشاتها مش احسن حاجه. عنده تشيلسي، عنده نوتنجهام فورست، استون فيلا، نيوكاسل، ماتشاتها مش حلوه. بس انت لو عندك تياجو خلاص كده كده هتسيبه، وانت بقى وحظك في الماتشات الجايه. بس هو لعيب لما بينفجر زي ما انتم شايفين كده بيبهدل الدنيا، وهو تاني الهدافين في الدوري، فبرضه وارد جدا ان انت يعني تستفاد منه في ماتش زي نوتنجهام فورست. استون فيلا عادي، ونيوكاسل عادي. والله هو تشيلسي اللي ممكن صعب شويه، مع ان مع المدرب الجديد ده انت ما تضمنش تدفعهم، ولسه ما شفناهمش هيعملوا ايه. بس anyway ممكن تجيب تياجو تخليه. واعتقد لو عايز تجيب حد من الدفاع اللي هو تنزله في ماتش وتسيبه في ماتش، هو كولينج، لان هو بيعمل دلوقتي ريتيرن اتاك والديفنس والتدخلات الدفاعيه دايما راكبها، ولو خدوا كلين بيبقى تمام جدا. تشيلسي طبعا، تشيلسي دي قصه لوحدها، لان ماتشاتها اللي جايه كلها تقريبا سهله. زي ما انت شايف كده، عندها بيرنلي في كريستال بالاس، كريستال بالاس خلاص دفاعيا بقى عادي. ويست هام في وولفز، وكمان من الجوله ال 26 لغايه 4 جولات قدام في درمغه ماتشات جميله قوي 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 يعني. فتشيلسي احنا برضه مش خايفين نروح نجيب منها 3 لعيبه، واحنا مش عارفين المدرب الجديد ده يمشي ازاي. بس anyway انت على الاقل عايز يبقى عندك منها يا الجون يا مدافع. انا عندي تشالوبا هسيبه، في ناس ممكن تروح تجيبه، في ناس ممكن تروح تجيب الجون برضه شغال. نص الملعب انا شايف ان بالمر لو عندك طبعا سيبه، ده برنس ومضمون دقايقه مش وحش برضه. بيدرو نيتو انا شايفه جميل قوي قوي قوي. انزو جميل قوي قوي. كايسيدو جميل قوي قوي عادي، بس مش كلهم، انت تنقي منهم لعيب انا شايف انه ممكن يعمل حاجه في جدولات الماتشات اللي جايه دي، ويجيب لك شويه نقط حلوين. ما برجحش جو بيدو، خلاص بقى بره اصلا، واللي بيلعب بقى ديلاب، وبرضه ده قوي مش مضمونه فبرجحوش. فتشيلسي برضه ممكن تروح طبعا خيار زي جيمس، جميل قوي في الماتشات الجايه، وميزته ان هو مش بيلعب دفاع، بيلعب نص ملعب، فبيعمل
اسيستات وبيجيب اجوان، فده برضه اختيار مميز جدا. كريستال بالاس عندها ساندرلاند، تشيلسي، نوتنجهام فورست، برايتون. ماتشات برضه ايه يعني، تحس ان الكلين مش مضمون قوي، وانا بصراحه مش برجح حد منها غير لو عندك مارك جوي ممكن تسيبه، اي حد في الدفاع ممكن تسيبه. في ماتشات هيلعب فيها زي ساندرلاند، نوتنجهام، وفي ماتشات ممكن تريحه دك. ده بالنسبه لايه كريستال بالاس. انا شايف ان لسه العناصر الهجوميه، لو عندك ماتيتا ممكن تسيبه، ممكن يخطف لك جون. غير كده لما يرجع اسماعيل صار بقى من كاس افريقيا يبقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ايفرتون طبعا، استون فيلا، ليدز، برايتون، فولهام، ماتشات مش احسن حاجه، بس هو شايف ان الكلين مش اسهل حاجه. انا جايب بيك فورد بس عادي على الله. بس انت عندك تاركوفسكي طبعا سيبه، هيلعب في ماتشات معينه وهيطلع في ماتشات معينه. نص الملعب ما برجحش حد، حتى جارنر ده انا شايف ان انفجاره مؤقت، مع انه في الكاس برضه جاب جون ولعب ضربه الجزاء لما ما لعبش، عشان طبعا ما فيهوش نضاي والناس اللي هي بتلعب ضربات الجزاء. مش عارف، مش قادر ارجحه للناس، انا سبته بس هو انفجر، بس انا مش قادر ارجحه. شايف ان عنصر دفاعي واحد كويس من ايفرتون يعني. فولهام برضه بالنسبه للجدوله الحلوه دي، ليدز، برايتون، مان يونايتد، ايفرتون. ممكن هاري ويلسون طبعا ما يطلعش من التشكيله لانه ماتشاته حلوه، هو اللعيب ماسك فورمه محترمه قوي. شوف واضحه اللعيبه واضحه دلوقتي، هاري ويلسون، ديجران رايس، اما نوصل لنيوكاسل هقول لك برونو جابريش، برونو فرنانديز. لعيبه خلاص بقت ايه، تحس ان هي بقى ايه، لعيبه هجيبها، ودول بقى مش هيبقوا لمده ماتش او اتنين، دول المفروض على المدى البعيد يعني. تمام. عندك نزلنا الليدز زي ما قلنا، فولهام وهاري ويلسون يبقى لطيف جدا، ولا عندك اندرسون في ماتشات هيشترك فيها وممكن يجيبوا كلين. ليدز شايف برضه كيلفيل تيرو حلو قوي عنده. فولهام، ايفرتون، ارسنال ماتش صعب، نوتنجهام بس ممكن يلعب في الثلاث ماتشات ويجيب لك اجوان، مش وحش خالص. ليفربول بيقول ان كيتيكي ممكن يرجع في ماتش الكاس، لما يرجعش يبقى اكيد في الدوري هيرجع، فاللي معاه زيي انا مش محتار قوي بحته ان انا اخليه ولا ابيعه. مش عارف بصراحه، لو حد يقدر يفيدني ان انا ابيعه او لا اتيكيتي. بس الماتش الجاي بيرنلي ماتش مغري قوي 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 لاي حد. وبعدين بونموس، نيوكاسل، مانشستر، مش اسهل حاجه طبعا الماتشات اللي جايه. اي حد عنصر دفاعي زي انا كده بعد الماتش ده غالبا هيبيع كوناتي واروح اشوف حد من عناصر دفاع بتاع ارسنال. نيو مين، المان سيتي نفس الكلام، عندها المان يونايتد، وولفز ماتش سهل، توتنهام وليفربول برضه نفس فكره ليفربول، ماتشات مش اسهل حاجه. لو عندك اللي هو ماتيوس اللي في الدفاع او التاني ممكن تلعبه. بس بقى الحيره الكبيره اللي احنا كلنا واقعين فيها هو ان هو سيمينيو خلاص بشكل رسمي ابتدى معاهم ولعب اصلا في الكاس وجاب جون واسيست، ومش عارفين بجد فعلا نمشي واحد زي انا معايا فودن وشرقي وهالاند، امشي فودن واجيب سيمينيو ولا مش مضمون ده. اي مشكله في الاقرع ده ما حدش يضمنه بشيلن، دي مشكله انت مش عارف، فهنضطر ان احنا نتثبت مكاننا او هنخرج مثلا لعيب تاني زي من فودن لحد تاني، لان فودن بقى له اكتر من 5 جولات او 6 جولات ما بيعملش اي حاجه خالص بصراحه. شرقي حتى وهو نازل من بره احسن، فمش عارف هنطلع لسيمينيو ولا هنتقل. لازم نتفرج على الاقل على ماتش عشان نعرف الاقرع ده بيفكر ازاي ونحاول نمشي معاه، مع انه عارف ان هو هيلبسنا في الحته الفتره الجايه كتير يعني. المان يونايتد طبعا برونو فرنانديز مفيش جدال فيه، كونيا مش وحش. الماتشات صعبه بس انا شايف لو انت عايز تجيب برونو جيبه، ما عندكش مشكله. مان سيتي، ارسنال، اي حد هو بيجيبه وبيهدف وبيعمل نفس فكره دوجلان رايس كده. هو الموسم ده في اي وقت حتى بعد ما رجع من اصابه اول ماتش ينزله عمل اسيست وطلع بدري، بس طلع برضه المره دي اللي لو في ناس لسه عندها. ولما لعب في الكاس جاب مش عارف جونين واسيست وعامل خرب الدنيا، فهو راجع فورمته زي ما هي، فتقدر تجيبه عادي جدا. والماتشات اللي من بعد ارسنال لطيفه هيقدر يجيب فيها جوان. برضه برونو فرنانديز انا مفيش جدال عليه. نيوكاسل طبعا انا شايف الناس كلها، انا جوردون ابعد عنه، ده شخصيه انا مش عايز اشتم فيه، ان جوردون ده انا حرفيا لبسته لابسه سودا. 5 ماتشات يا جماعه جاب لي اسيست واحد في ماتش، في ماتش منهم جاب لي 5 والباقي نقطه 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 نقطه. لعيب مستفز جدا. برونو جاميريش افضل منه بمليون مره بمليون مره بمليون، مفيش جدال. لو حد عايز يشتري برونو جاماريش، جوردون ده حتى لو جاب 20 نقطه والله العظيم بالضغط العصبي اللي بيحطك فيه في الماتش طول الوقت، وعارف ان دقايقه مش مضمونه وعارف ان هو ممكن يطلع في اي وقت يولع، صدقني. هو برونو جاماريش، وعايز تجيب فولتميدا جيبه مش وحش، ماتشات مش اسهل حاجه، بس فولتميدا بصراحه فورمته مش وحشه. بس انا ما برجحش كده، انا برجح الهجوم يبقى هالاند، تياجو، اسمه ايه ده، كيلفن تريوي. ده اللي انا شايفه، معرفش غلط ولا صح، بس حاسس ان هم دول افضل المهاجمين شايفاهم عينيا يعني. وويلوك لو مضمون ده، ايوه. السبيرز عندهم ويست هام، عندهم بيرنلي، مان يونايتد، عندهم الماتشين اللي جايين سهلين، بعد كده صعب يعني. لو انت عايز مثلا فان ديفين هتلعبوا ماتشين لو لسه عندك قدوس تلعبوا ماتشين، فاهم قصدي؟ لو مش عارف هو في افريقيا ولا قدوس، لا ما راحش اصلا.
ممكن تستفاد من الماتشين دول، وبعد كده بيع اي عناصر عندهم ما لهمش لازمه. ساندرلاند هو طبعا الدفاع اللي هو موكيلي ده هو الوحيد اللي تجيبه، ماتشاتهم جميله، ممكن تلاقي 3 كلين اللي هم كريستال بالاس وستهام بيرنلي كده كده. انا ما برجعش حد من نص الملعب غير تشاكا، ممكن لو عايزه بيعمل حاجه دخلات دفاعيه مع اسيست ممكن يظبطك وسعره قليل جدا. بس انا ببقى حابب يعني اللي هي فكره الدفاع بس، وبولارد او موكيلي ده الاثنين حلوين لمده 3 ماتشات وهتريحهم شويه وكده. بس فتقريبا كده التشكيله قدامك المفروض ان هي تكون وضحت، الصوره وضحت ان الدفاع بقى معروف، هيبقى مثلا 2 من ارسنال، ومثلا واحد من استون فيلا او من تشيلسي، دي مثلا كده. نص الملعب معروف خلاص هم مين، مثلا دوجلان رايس، برونو جاماريش، اسمه ايه، برونو فرنانديز، مثلا روجرز، هاري ويلسون. 5 مفيش جدال عليهم. خط الهجوم هالاند براحتك فيه، بس هالاند، تياجو، في كيلد، في التريوي، هم افضل 3. لو عايز بقى انت تحط بقى وتعمل الديفرنشال اللي يفرق معاك تبقى تمام. بس وما رجحش اي فكره ويلد كارد. انا شايف الناس بتتكلم في وايلد كارد، انا شايف ان لسه بدري قوي، ولما الدنيا تقضح اكتر، لان اصلا انت في الجزء التاني ده في مشكله يا جماعه، ان في حاجه دايما بيبقى فيه دبلات كتير وكده، فانت هتيجي تستغلها دلوقتي، هتيجي وقت الدبل هتحتاجها، وقت الدبل ممكن تلم نقط كتير قوي، والله العظيم ممكن تظبطك جدا وتنزلك في الرانك جامد. ودي نصيحتي ليكم، ودي الحلقه، ويا رب تكونوا استفدتوا منها. ومعلش غبت عليكم، كان عندي شويه ظروف كده، كنت مسافر وجيت وكانتش احسن حاجه الدنيا، والحمد لله عدت على خير، ورجعنا تاني ونرجع تاني ان شاء الله، نرجع في الرانك ونظبط الدنيا تاني. وشكرا، سلام عليكم يا رجاله.